السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا اخوانا، انا بطلت حكاية اطلع اتكلم في الكورة من زمان واحكي في الكورة والكلام ده كله، بس طالع بتكلم على ايه؟ موضوع بيراميدز، وموضوع الغلا بتاع التذاكر، وليه مش عارف ايه اللي الدنيا اللي طالعه لي في الغلا كله يغلي على بعضيه. طب انت مثلا بيراميدز ده اساسا معمول مكايدة في الاهلي من زمان، فطبعا هو ما قادرش على الاهلي ومش عارف يعمل حاجه، عايز يوقف الاهلي باي طريقه، فمش قادر يوقف الاهلي، والاهلي ان شاء الله ما حدش هيقدر يوقفه باذن الله تعالى. اللي يوقف الاهلي يبقى يجيني ويندهلي، زي ما ايه، على رأي الاغنيه اللي بتغنيها الفنانه مش عارف اسمها ايه دي، قال لك اللي يوقف الاهلي يبقى يجيني ويندهلي. الاهلي ما حدش ان شاء الله هيوقفه. وطبعا لمؤاخذه ايه، انا بتكلم على الفرقة التانية اللي هم فيها بعض الزملكاوية، فرقة الزمالك فيها بعض الزملكاوية. أنا ما بقولش الزملكاوية كلهم، بقول بعض الزملكاوية اللي عاملين زي العبيط، زي العبايط، رايحين مع اللي رايح وجاي مع اللي جاي، وبيروحوا يشجعوا بيراميدز عشان وجبة ولا عشان 100 جنيه، ويقعدوا مع بيراميدز عشان وجبة ولا 100 جنيه. وبيراميدز أساسا اللي هو فريق الاسيوطي ده المفروض لا يتشجع ولا حد يقف جنبيه، لانه زي ما انتم شايفين كده بيكايد في الفرق وبيوقف الفرق، وبياخد واخد ناس من الزمالك. هو فريق الاسيوطي ده واخد ناس من الزمالك، واخد ناس من الاهلي، وعايز يوقف الفرق كلها، عايز يبقى هو بس وحديه. وبعض الزملكاويه بيجروا وراه عاملين زي ما انا قلت، عاملين زي العبايط، لا فاهمين ولا ليهم في الطور ولا في الطحين. فطبعا محدش عمل في بتوع الزمالك كده هو غير اللي هو الاعلاميين بتاعت الزمالك، ازاي الغندور وميدو والدرديري، وعلى الناس اللي على اشكالهم دي كلها. يعني هقعد اسمي هتلاقيهم اغلبيتهم كلهم، يعني لما هقعد اسمي مش هسمي، انتوا كلكم عارفينهم. فان شاء الله الاهلي منصور والدوري في الجزيره، الاهلي منصور والدوري في الجزيره. وبعض الزملكاويين العبايط يلي بيراميدز ده هو اللي هو الاسيوطي خد مكانكم اساسا، انتوا دلوقتي مبقيش ليكم مكان. انتوا كنتوا في المركز التاسع وال12 والكويس اللي انتوا وصلتوا الخامس، فخد مكانكم دلوقتي. بيجي ايه؟ بيجي هو القمه. ماتشات الاهلي وبيراميدز دلوقتي بقت القمه يا عبايط. يعني شالوا الزمالك ده خالص، هم بيراميدز واخدين مكانكم دلوقتي، شالوكم خالص. اللي انتوا بتروحوا تشجعوهم وواقفين جنبيهم وبتشتروا التيشيرتات بتاعتهم وتلبسوها، هو خد مكانكم وانتوا فرحانين وواقفين جنبيه وبيتشجعوه. وانا بتكلم على اساس ايه؟ ده فريق مش المفروض ان حد يشجعه، ده فريق المفروض الكل يجي عليه، زي ما يقعدش اساسا في مصر خالص. بس هو طبعا اللي بيجري وراه بعض الزملكاويه، عشان تبقوا فاهمين، بعض الزملكاويه لان هم عادتهم كده مش فاهمين حاجه، زي ما انا قلت لكم. بعض الزملكاويه اللي هو مثلا لو بقى الاهلي مسافر يلاعب فريق مثلا زي الوداد ولا بتاعه كده، بتبص تلاقي في ناس بتسافر بالطياره وبتروح عشان تشجع مثلا الوداد، تروح تشجع اي فريق بيلاعب الاهلي، بيسافر من بلد ومن دولة لدولة عشان خاطر يروح يشجع الفريق اللي هيلاعب الاهلي، مش هيشجع الاهلي. لكن زمان انا بكلمكم على ايامنا احنا زمان، ايام ما كان في اعلاميين كويسه ومذيعين كويسه ولاعيبه اخلاق عاليه وناس كويسه زي محمود الخطيب وطاهر الشيخ اسامي كتير واحد مش عايز يحكي. كان لو في فريق جاي بيلاعب الزمالك او الزمالك مسافر يلاعب فريق بره زي كده، هو كان الاهلي بيشجع الزمالك. نفس الموضوع الزمالك كان لو فريق ده يلاعب الاهلي او الاهلي مسافر يلاعب فريق بره، كان الزمالك يشجع الاهلي. ليه؟ ان احنا بنقول احنا مصريين، احنا مصر،
الاهلي دلوقتي الاهلي طالع يلعب او الزمالك ده طالع يلعب بره يبقى مصري، فاحنا بنشجع مصر. دلوقتي ما فيش الكلام ده، ملوش دعوه هو دلوقتي بمصر، ملوش دعوه بحاجه. عامل زي ايه، لا مؤاخذة تعيش مني، عامل زي الشيطان اللي لما بيضحك على واحد كده زي العبيط، يجي مثلا يروح يصلي يقول له لا راح فين ما تصليش بتاع، يجي يفعل خير يدي خير يقول له لا يا عم خير ايه وبتاع ما تديش حد، ما انت اولى وبيتك اولى والكلام ده كله. مش عايز يعمل خير، لكن لما يروح مكان مش كويس ولا يسرق في مكان مش كويس ولا يقعد في مكان مش كويس، هو كده ملوش دعوه بيك وسايبك براحتك. ليه؟ هو ده اللي عايزه الشيطان. وساعة ما تغلط طبعا بيقول ايه، اني بريء منك اني اخاف الله. اه انت كده بعض الزملكاويه عاملين زي العبيط، عاملين زي العبطه، رايحين مع اللي رايح وجاي مع اللي جاي، مربوطين بالحبل وبيراميدز شداكم، ومنين ما توديكم وتوديكم وتجيبكم وتجيبكم. ما شايفينش مصلحتكم فين، هو مصلحتكم انتوا اهم حاجه تقولوا ايه، احنا اصل بنكره الاهلي، احنا ما بنحبش الاهلي، احنا بنكره الاهلي. طب ليه؟ اكره الاهلي يا عم وحبش الاهلي وبراحتك مع بعضينا في مصر، قدام الاسماعيلي قدام الاتحاد قدام الفرقه بتاعت مصر. لكن عشان الزمالك يطلع يلعب بره هشجع الزمالك، الاهلي يطلع يلعب بره اشجع الاهلي. ليه؟ احنا مصر بنشجع مصر. امال احنا ازاي بنقف ورا المنتخب بتاعنا مصر ونقعد نروح نشجع ونقولوا مصر 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 ونشجع مصر؟ المنتخب ده ايه؟ مش مصر؟ المنتخب ده مش فيه لاعيبه الزمالك ولاعيبه الاهلي ولاعيبه الاتحاد ولاعيبه الفرق كلها؟ منتخب مصر اسمه منتخب مصر، فاحنا بنشجع مصر. يا بعض الزملكاويه يا عبطه، عشان انا ما حدش ياخد مني كلام ويقول الزملكاويه، بقول بعض الزملكاويه العبطه اللي رايحين مع اللي رايح وجاي مع اللي جاي. هو خلاص بيراميدز خد مكانكم اساسا، خد مكانكم مفيش. هو بيجي القمه مع الاهلي دلوقتي، كل ما يجي الاهلي لاعب بيراميدز يقول لك الماتش القمه. انتوا خلاص اتركنتوا دلوقتي في الخامس وفي السادس وفي اللي بتاع الاسانسير عطل، لا طالع ولا نازل، وقفتوا على كده. هو حتى الفرق اللي لسه بادة ولسه أول مرة نسمع عنها ونشوفها ما قادرينش بتفوزوا عليها كده بالعافية. كل ماتش ضربة جزاء وضربتين جزاء وفرحانين انتوا مبسوطين. الحمد لله رب العالمين. الأهلي كل ماتش الأهداف بيجيب هدف واتنين ويتلغوا وربنا بيكرم وبيفوز. ليه؟ من اعمالكم سلط عليكم كل واحد ونيته. احنا بنشجع الزمالك لما يلعب بره عشان ده مصر، بنشجع الاهلي لما بيلعب بره عشان ده مصر. انتوا ما فيش مصر. لو الاهلي بيلعب اسرائيل، اليهود الكفره بننتقم منهم ان شاء الله بعدله، هتشجعوا اسرائيل. مش فاهمين، ومحدش عمل معاكم كده غير اعلاميينكم اللي هو الغندور زي ما قلنا والدردير وميدو وفيدو وسيدو. بس اهم حاجه ان هم ايه، الاهلي في قلبهم، بس يقول لك اصل انا بكره الاهلي. تيجي تتكلم الواحد عادي كده، طب انت ليه انت بتعمل كده؟ ما يقول لك بكره الاهلي. طب يا عم ليه يعني؟ الاهلي ايه اللي عمله معاك؟ ده احنا منافسين لبعضينا، سواء ده لاعب او ده لاعب، احنا بنشجع مصر. امال احنا ازاي قلب واحد ونقف مع منتخبنا ونشجع منتخبنا ونقولوا مصر مصر؟ انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب الكلام اللي بيقولوه العبايط ده هو زي بعضه. يلا انا معلش طولت عليكم.